يبدأ الطابق في سجن للذكور حيث يتدرب النزلاء. بعد فترة وجيزة ينطلق جرس انذار يخبر جميع النزلاء بالعودة إلى زنزاناتهم. يقوم أحد السجناء بابتزاز سام وهو حارس السجن لجلب أغراض غير قانونية. أريد شيئا منك يا عزيزي، ادخل إلى زنزانتك. هل تفهمني؟ يهدد بفضح سام إذا لم يطيعه. لقد أرسلت لولدي $500 مع القطران والكوكايين على كل هذا. أنا أحاول مساعدتك يا رجل. ماذا تتوقع؟ قول سام سينتهي به المطاف في السجن نفسه وتحت سيطرته. يشعر سام بالخوف فيقاتل السجين، لكنه يصاب بجرح بالغ في وجهه. وفي وقت لاحق يذهب إلى الطبيب لفحصه بسبب إصابة في الرأس والحصول على غرز. عندما يسأل تيم والحراس الآخرون عما حدث، يقول إن نزيل كان يسبب المشاكل منذ فترة. لقد كان يرفعني كثيرا منذ فترة. يدعي سام أنه طلب من السجين العودة إلى زنزانته، لكن السجين رفض. دفعه سام ثم قام السجين بضربه على رأسه دفاعا عن النفس. ضرب سام السجين بعصا ليلية لحماية نفسه. حسنا يا بني، كان خطأك الأول هو السماح له بالدخول إلى مساحتك وعدم طلب الدعم. ولإبقاء سام في مأمن من السجناء الآخرين قرروا نقله إلى البرج. بعد بضعة أيام كان سام على سطح السجن عندما رأى شيئا مريبا يحدث. يستخدم تلسكوبا لإلقاء نظرة عن قرب، وفجأة ينشب شجار بين النزلاء. يضغط سام بسرعة على إنذار الطوارئ. يندفع الحراس مسلحين بالغاز المسيل للدموع ويتمركزون على السطح. ومع استمرار الشجار تم استخدام الغاز المسيل للدموع الذي أصاب العديد من السجناء. عندما لا يتوقف القتال يطلق الحراس طلقات تحديدية، وهذا يجعل النزلاء يستلقون على الأرض. ثم عن طريق الخطأ يهاجم السجينان سجينا آخر. يدخل الحراس بكامل عتادهم إلى الفناء ويبدأون في تقييد السجناء واحدا تلو الآخر. في هذه الأثناء يدرك سام خطأ. بينما كان لا يزال على السطح يناقش السجان ميلز مع الحارسين أدي سيمونز وتيم ما حدث بعد المشكلة مع داريل جونسون. شعرنا أنه من الأفضل أن يتم فصله عن السجناء. حسنا، بالتأكيد لا يمكنه العودة إلى البرج. تيم يدعم سام، لكن المأمور ميلز غاضب. يطلب معرفة سبب وجود سام في البرج ويقرر إلى أين سيرسله بعد ذلك. لا، نحن بحاجة إلى نقله من هنا. يوضح تيم أنه نظرا لتعرض سام للهجوم والأذى من قبل فقد اعتقدوا أنه من الأفضل إبعاده عن السجناء. يقترح أدي نقل سام إلى أقسام أخرى مثل قسم الاستلام أو التفريغ أو للقيام بدوريات في محيط المكان. يستمر تيم في الدفاع عن سام متسائلا عن سبب الحاجة إلى نقله. سيقتلونه إذا سنحت لهم الفرصة وأن تعلم ذلك. على الرغم من اعتراض أدي وتيم يأمر آمر سجن ميلز بإرسال سام إلى سجن النساء ويدعو إلى إغلاقه. لننقله إلى سجن النساء. هؤلاء الفتيات سوف يتهافتن عليه. سيدي، قد يخلق ذلك مجموعة جديدة كاملة من المشاكل، ولكن إذا كان لا يمكن الوثوق به في عدم وجود سجناء فربما يحتاج إلى البحث عنه سجن النساء أو سيتم إطلاق سراحه. نتابع سام بعد نقله إلى سجن النساء حيث يقف جانبا للسماح للسجينات بالمرور. يقومون بحركات مغرية عليه مع قيام بعضهم بإيماءات موحية. تلاحظ السجينة شيري سام عند دخولها الفصل. تلتقط مريم مولوسكي التفاعل الودود للغاية بين سام وشيري وتطالب بمعرفة من أرسل سام إلى سجن النساء، ويوضح أن ذلك كان من أجل حمايته. بعد حادثة في سجن الرجال تحذره مريم من أن السجينات لا يختلفن عن سجناء الذكور وسيحاولن استغلاله. خلال درسها عن تطور البشري تستخدم شيري مرآة لمشاهدة سام الذي يقف في الجزء الخلفي من الفصل. في غرفة الاستراحة تناقش الحارسات في غرفة الاستراحة الاختلافات بين سجن الرجال شديد الحراسة وسجن النساء. يقول سام مازحا أن اليوم كان أشبه بعطلة مقارنة بسجن الرجال الذي يشبهه بالغابة، ويحذره الحراس الآخرون من الانتظار ورؤية ما سيحدث بعد أن يتم وضع النساء في الفراش. أخبروه أن النزلاء سيبكيان وسيقدمان لك كل ما في جعبتهما من حكايات وهمية للفت انتباهه، ويشتكيان من الحراس الذين يراقبونهما أثناء تبديل ملابسهما. هناك رجال يرتدون الزي الرسمي يقيمون علاقات مع السجناء. لا يقتصر الأمر على الرجال فقط، يأتي الحمقى من كل جنس. واو. يشرحون المخاطر الفريدة من نوعها في سجن النساء وينصحون سام بالتصرف مثل الروبوت واتباع جميع القواعد. هذا السجن خطير بطريقة مختلفة. في وقت النوم يشرعون في إقفال كل زنزانة واحدة تلو الأخرى حتى يكتشفوا سجينا مع هاتف دعني أراها. انظر ماذا؟ قف وواجه الحائط. الملابس A20. يا له من إهدار للمال. هيا يا رجل، لا أريدكم أن تنظروا إلى ذلك، أنت تعرف القواعد. كلوز 19. اللقطة 17. ثم يطلب من سام أن يقفل الزنزانة التالية حيث يقابل شيري. تتظاهر بأنها تقرأ مجلة. يطمئن عليها ويسألها عما إذا كانت بخير. أن جيد له الآن، فتستجيب بالإيجاب وتطلب إغلاق زنزانتها ويواصل هو مهمة.
في اليوم التالي يقف سام عند باب الفصل الدراسي بينما يمر النزلاء. أحد النزلاء يدفع شيري عمدا نحوه. تمسك بسترته وتقول له: أراك الليلة. تخبره إحدى الحارسات أن يستعيد رشده. ركز على ذلك، وإلا فإن هؤلاء السيدات سيستغلون يأسه. في نفس الليلة، بينما كان سام يأمر النزلاء بإطفاء أضواء أسرتهم، إطفاء الأنوار، يقترب من زنزانة شيري ويكتشف أنها مكشوفة. يتأثر سام بشدة بمشاعره وهو يواصل التحديق فيها، ودون علمهم يتم تسجيل كل شيء على الكاميرا دون علمهم. في اليوم التالي كان سام في غرفة التحكم. تبدأ الكرز في التصرف بغرابة. نعم، إنها لا تبدو جيدة للغاية. اتصل بي إذا كانت بحاجة للذهاب إلى المستوصف الآن. أزعجك من خلال. عندما يقترب منها تتظاهر بأنها تعاني من ألم في جانبها حتى تتمكن من الذهاب إلى المستوصف. جانبي؟ لا أعلم. معدتك؟ جانبي؟ لا أعلم. اسألها إذا كانت تستطيع المشي أو إذا كانت تحتاج إلى نقالة. تحتاج إلى نقالة. يمكنني المشي. يمكنني المشي، ولكن في الطريق. تصحب سام إلى أسفل الدرج حيث لا توجد كاميرا. يبدو أنه مكان يلتقي فيه الناس سرا في كثير من الأحيان. لا توجد كاميرات هنا. لا يمكن لأحد أن يرانا. يحاول سام المقاومة للحظة. نعم، ربما تريد ذلك. لكنه يستسلم بسرعة. بعد ذلك يصبح الكرز عدوانيا. طعنت سام عدة مرات في رقبته ثم صرخت طالبة المساعدة. يبدو أنها تحاول أن تجعل الأمر يبدو وكأن سام هاجمها وهي تدافع عن نفسها. تزحف خارجة من بيت الدرج وهي تصرخ طالبة النجدة، وكأنها تريد أن يعتقد الناس أنها نجت من هجوم الحارس وأنها كانت محقة في الدفاع عن نفسها. إن قلة خبرة سام وبراءته جعلته هدفا سهلا للسجناء الذين اعتدوا على العنف. أليس هذا انتهاكا لحقوقها في ميراندا؟ إنها في السجن. ليس لديها حقوق ميراندا. هنا لديك الكثير لتتعلمه عن السجناء. هناك عنصر من الثقة بينكما لا يتوفر لدينا. قتل ضابط إصلاحية واتهم بعد وفاته بالاغتصاب. هؤلاء الفتيات ليس لديهن أي خيارات. لدي فصل لأدريسة. لن نفتقدها. من الأفضل أن نذهب إذن. ما الذي تأمل أن تكتشفه؟ لم يكن هناك أي تمزق في جدار المهبل، ولا خدوش على وجهه أو ذراعيه، ولا علامات واضحة على وجود صراع على جسدها. قلم رصاص مطعون في الرقبة 30 مرة يبدو دليلا على وجود صراع. تلك كان جروحا مهينة عانت منها. لا توجد جروح دفاعية. لا شيء. هذا إلى جانب حقيقة أن عمه قتل في نفس الوقت تقريبا، فإننا نشكك. سؤال ماذا؟ ادعاء الدفاع عن النفس. هذا يعني أنك تشكك فيه. نعم، لكن النزلاء محصنون ضد أكاذيبنا وهم محصنون ضد تهديداتنا. اسألها ماذا حدث. تساءل عن الأشياء التي لا تضيف شيئا وأظهر لها التعاطف. أنت معروف بالشفقة. إنه أحد التكتيكات التي لم نجربها. لا نملكها. لهذا السبب أنت هنا. هل ارتكب جريمة يا سيدة ماكلوسكي؟ انظر إلى هذا. أشعر بتحسن بالفعل. شكرا لك على المشاهدة. يرجى الاشتراك وترك تعليق أدنى. نراكم في الفيديو التالي.